السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والبغبغان بتاعي يا جماعة زي ما انتوا عارفين، وربنا ما يحرمكم مني ولا يحرمني مني، ومنورينا يا جماعة والله. ربنا يدينا قوة صبر وتحمل كده. النهارده يا جماعة جايين لكم بفلوج جديد. روتين يوم الجمعة. دي بقى عجينة شغلانتي الطعمية بقى المفضلة. انا هعمل النهارده الطعمية جايلنا جفت من الحوت بتاع كفر الشيخ ابو عمار. اجمد فسيخ بصراحة يا جماعة، هو فرع انا ما العالم. رضيتش افتحه معاكم لاني انا اصلا تقريبا كلت منه. بأمانة هو مش مستني دعاية ولا أي حاجة، لأن هو بسم الله ما شاء الله ربنا يزيده ما قدرتش ويبارك. اتحمل القلب الضعيف لا يتحمل. ماشيين على اهو يا جماعة. بصوا ده اثبات حالة عشان وده رقم التليفون عشان الناس اللي بتحب الموالح والمأكولات دي. 010 655 00 232. زرجين جايبين لنا سردين عشان نثبت لكم ان احنا ما قدرناش نقاوم. صراحة بقى احنا جربنا، يعني احنا دلوقتي الساعة 2 بالليل كلنا سردين. جامد زبدة. محمد امبارح قعد يقول لي ايه لو ما سيطرتش وعملت كنترول على نفسك هتفضلي تاكلي للصبح. اقسم بالله انا رحت قايله له خلاص، ورحت قافله العلبه وتنيت ناكل في السل اللي انا واكله منه. بالظبط كده. بس يا انا بس يا حلو. بصوا بقى الفسيخ يا جماعة. سكت انا سمك تديها له يا فلسطين عشان بنصور يا حبيبتي. بصوا يا جماعه، هو الحوت عشان بيخلي الحيتان احجام كده. بصوا الفسيخ بسم الله ما شاء الله، يعني باين على شكله. اوعى اوعى يا معلم. خد يا محمد، خلي ايدك هنا اهو. الله عليه، صل على النبي. التفاح الاحمر بس يا جماعه يتاكل ني اقسم بالله، وريحته والله العظيم تحفه. والله ريحته يعني تحديق، مش ريحه وحشه خالص والله العظيم فعلا. والمفاجاه ان هو مبطرخ يا جماعه. يا محمد حسن. ويلا يا جماعه نبدا المعركه. استني بقى، انت هتفتحي ليه ما نعمل الطعميه الاول وكده؟ يا محمد استنى، هذه اللحظه العصيره المعيره. ما هو عشان انا مش هرحم البتروك. هترحمه ان شاء الله، عشان لو ايدك اتمدت عليه هنقتلك قتل. هنقتلك؟ هما مين دول؟ واستنى بس، الدهب الاصفر استنى بس. يا خرابي يا عرابي. استنى نطلع فص البطروخ الاول نصوره على الفسيخه. استنى يا محمد اديهولك واحده ياكل الا انت، بصوا مش قادر يقاوم. بصوا يا جماعه، يا خرابي قد ايه انا كان نفسي في اللحظه دي يا حبيبي. يا حبيبي يا فسيخ، يا حبيبي يا فسيخ. المفاجاه الحلوه بقى ان حماته الحلوه العسوله، بصوا بطنه نضيفه ازاي، هي دي بس اللي طلعت منه، بطنه قشطه. طب تعالى اطمن على الفص بتاع الفشيخه. اسمه فص الفشيخه الفشيخه. مين بيحب الفسيخ زينا انا ومحمد يا جماعه؟ طعمه جامد اقسم بالله. المعروف عن الفسيخ المبطرخ انه بيبقى ممرر، ده مسكر. والله العظيم. بصوا اللي حصل ده افتراء، ولو ما رجعش يا محمد هسك على الفيديو وهقتلك. الله يا جماعه روعه اقسم بالله، واللون بجد حاجه جامده. بصوا اللون وايه بقى، زبده اهو. بصوا زبده. طيب استعنا على الشهر بالله ويلا بينا نقلي الطعميه. يلا ما عملتش حاجه، هي زي ما هي، انا سبتها زي ما هي، ما عملتش حاجه. يلا نشوف بقيه الفسيخ. يلا ولع على الطاسه بقى. ولع على الطاسه. اغسل ايه بقى؟ اغسل ايدك بقى، ولع على الطاسه. ويا جماعه زي ما انا قلت لكم، انتوا بتحبوني بقى طبعا، مش هنعملها، انتوا عارفين بقى. هتتكلم
هتشيل حاجه. واعمل ايه؟ مش حاجه يا علا. اي حد من الاعداد علا ما عملتش حاجه يا علا. انت بتعملي ايه يا علا؟ لا ما تقصيش بقى يا علا. استنى بس يا خرابي يا عراب. انا غسلت ايدي. ايدي؟ غسلت ايدي. غسلت ايدي. استنى بس يا محمد الاذى الموقف. عادي اغسلها تاني. يا لهوي. طبعا الفسيخ المبطرخ هتلاقوها عند الحوت في كفر الشيخ عند ابو عمار. خبر يا ابو عمار. روح يا ابني الى الطعميه. انا كده صح؟ يا جماعه العنوان اهو. لا عشان انا ما ببخلش عليكم بحاجه يا جدعان. اللهم صل على النبي. ايه ايه الحلاوه دي؟ طب ماشي ولا انت على الطاسه؟ لا انا عشان لا انا بحب انضف الفسيخ. ما تخافش مش هاكل منه. ماشي يا علا بس لا واحد مش هاكل بعدين. ماشي اللهم بارك الجبت كبير. يا ايوه ماشي اللهم بارك الجبت كبير بس انا عايز. بصوا يا جماعه الفصل مش عارف لا الطاسه انا. بصوا الفصل. بصوا زبده. بصوا كده اهي من غير اي ارهاق اهو. يا خرابي على الجمال وطعمه وملحه وكل حاجه مظبوطه فيه. يا حبيبي روح اعمل. مفيش طاسه. انا غسلت ايدي ورجعت وسختها تاني. مفيش طاسه. تعمل في طاسات. افتح هنا كده اهو. اهي بتقول لك يا محمد انا اهو كده دي حلوه دي. فين الزيت كان فيه اهي. مش هتكفي دي. اذا ده مش هتكفي تقلي شويه طعميه دول. ومال. بص الوضع البلد الاقتصادي. وانا يا جماعه مش هخلط كتير. انا من عشاق اني اكله كده. انت تحبي مخلي؟ كده موافقه كده. تحبي مخلي؟ نخلي منه صح؟ طيب هنحطه في شيختين كده مفتوحين. يا خرابي. يلا يا جماعه نخش على الحوت. طبعا اي حد عايز ياكل فسيخ مبطرخ بس خلي بقى دول ما تنضفهمش يا علا بقى يا علا افهمي بس خليهم بس بالله عليك كده. ليه؟ اسمعي بس الكلام سيبيه. حاضر هتصور بيهم؟ سيبيهم بس سيبيهم. حاضر يا محمد. فكريش انت. ليه؟ انت تاني مش غيري خدنا تاني مش بعدين. رجعنا لكم تاني واحنا بنقلي الطعميه وانا بكمل تنظيف الفسيخ. تعالوا نشوف محمد بيقلي الطعميه ازاي. والموضوع عليا سهل بسيط يا جماعه. بيبقى صعب على ناس كتير لان دي شغلانتي ومتعود على كده. والموضوع بالنسبه لي عادي يعني. وزي ما انتم شايفين كده يعني. واللي بيحب الاكله دي واحنا نعمل له طعميه. تعالى هنا بقى نتفرج على الفسيخ وجمال الفسيخ. بالمعلقه بكل سلاسه. كميه لحمه اللهم بارك. بصوا رهيبه. احلى حاجه عجباني في الفسيخ انه ولا حادق ولا عادب مظبوط. مين بيحب الفسيخ يكتب دلوقتي في الكومنتات. واللي ما عملش لايك يحط لايك. في ايه؟ وسبسكرايب يا جماعه. مش عارف هو سابوا ليه بس اعملوا سبسكرايب. اعملوا لنا اشتراك وحطوا لنا لايك واكتبوا لنا كومنت. واللي بيحب الاكله دي يقولوا، واللي مش بيحبها يقول لي ليه مش بيحب العظمه دي. وتعالوا قولوا لي بعرف اعمل طعميه كده ولا ايه؟ وريهم الطعميه بقى. بعرف اعمل طعميه ولا ما بعرفش يا جماعه؟ واو. لسه بقى ما تستوي. ممكن تدخل هنا اهو في الحته دي. لا تعالى البتروخ كده على البتروخ. بقول لك ايه بعد اذنك بلاش بتروخ. ايه الحلاوه دي؟ ايوه الصلاه على النبي. اوعى اول ما تطلع لف كده لف. لا زي ما هو عدي. اللهم صل على النبي. رايك يا حاج؟ ده حاجات حلوه قوي. تحفه. ايوه والله. وبصي فص البطروخ عامل ازاي؟ ده احنا كنا سامعين بس انما ده على بالنظر كده جميل. قول لهم اللي عجبوا الكلام اهو. هنا الحوت كفر الشيخ
امام سوق مبارك، والرقم التليفون اهو يا جماعه. ايوه يا يلا جماعة، خدوا سكرين دلوقتي وخدوا رقم التليفون يلا خشوا وكلموه. يا جماعه على الراجل ده حاجته حلوه جميله اه قوي. وعندهم يا جماعه جروب وبيوصلوا اونلاين برضه. عندهم توصيل. انا والله بنصحكم بجد كل اهالي كفر الشيخ كلوا من عند ابو عمار، واكيد ابو عمار نار على العالم مش محتاج يعني، هو اصلا مشهور بسم الله ما شاء الله. فسخان الحوت اكيد كل اهل كفر الشيخ هيقولوا حاجته حلوه حاجته روعه، لان بجد حاجته حلوه. هو مفيش هنا كربيناتو يا علا؟ بيقولوا على ابو عمار الدكتور لانه نضيف في حاجته، فاضل له شويه بس ويكشف على السمكات. والله بقول لك مسمينه كده فعلا في الحلقه، في المجال يعني. لان هو عنده خبره جامده في السمك. بقول لك يعني اهم حاجه عنده، رقم واحد حاجه عنده النظافه. يعني اهم حاجه في السمكيه النظافه، في تنظيفها، في تدخلوا المخزن كانه محل. كانه محل مش مخزن بقى مكركب. فربنا يبارك لهم بجد، ناس نظيفه وهم يعني مش محتاجين صيت، هم بسم الله ما شاء الله، وربنا موسع عليهم وربنا يوسع عليهم كمان. طبعا انا بخلي الفسيخ كده عشان حماته واختي محمد ما بيحبوش ياكلوه من قلب الفشيخه نفسها. انا بحب اعمل باللقمه كده. انا عايزه اكل قوي يا جماعه. مفضي يا محمد. اعمل ايه بقى؟ هو انا اقوى من النار ولا هو انا اقوى من النار يا اختي؟ اهو اشتغل اهو. مش ده كلامك؟ بكم الكيس ده يا عم؟ كيس ايه؟ ده ب 200 وحاجه ده. يا حماته بتسال على كيس الام. والطعميه طلعت يا جماعه. تعالوا اتفرجوا على الطعميه بقى وهي بتطلع. اتفرجوا على الطعميه. اتفرجوا على الطعميه يا جماعه. مش عايزين تيجوا ليه؟ ما تيجوا يا جماعه. تيجوا يا جماعه. حلو يا جماعه. بعرف اعمل؟ انفع؟ انت برنس يا ابو مهند. ايوه من يشهد للقرد. لا انت مش قرد، انت قرد كبير. انت قرد كبير. اوبا يا جماعه. وريحتها بقى ايه جمدان. تحفه اقسم بالله. ونكمل. بس ايدينا كده عشان ايه نظبط المسائل والحاجات. والله سيبكم من الطعميه وتعالوا ركزوا معايا هنا كده. يا عايزه اكله والله. بصوا يا جماعه، والله ده عايز بجد يتاكل. ده اللي فاضل ده عايز يتمسك كده اهو ويتمرش كده اهوت. عشان كده انا بحب امسك انا الفسيخه واكل فيها. بصوا الفسيختين طلعوا كميه ما شاء الله تبارك الله كبيره. بصوا كميه كبيره واللحمه زبده وتحفه. هنحب نشكر فسخان الحوت، وبجد يا بخت اهل كفر الشيخ بفسخان الحوت. وحماته الحلوه كانت بتسالني يا جماعه امبارح، تقول لي الفيديو اللي انا قلت لهم فيه وصلوا محمد وعلا 200,000 وصلتوا يا محمد ولا لسه؟ قلت لها لا لسه يا عم. قالت لي خلاص طب اقول لهم يلا يشدوا حيلهم عشان ايه اطلع لهم. خش على الرنجه بقى. انت لو كنتوا شديتوا حيلكم معانا ووصلتونا 200,000 كان زمانها طلعت معانا الفيديو ده. بصوا ومبطرخه وجميله جميله. اهي طريقة تنظيف الرنجة. وبكده يبقى خلصت الطعمية. بجد خلصت الطعمية؟ اللي تنزيل بس. شاطر. وانا كمان نضفت الفسيخ اهو جاهز على الاكل. طيب يلا نشوف الرنجة. يا سلام، عظمة البطروخ يا جماعة وحدها ده. احنا من عشاق البطارخ، انا ومحمد جوزي بنعشق البطارخ. بطارخ مرملة. طيب عايزين بقى طبق. لازم اما تكون ايدك مش نظيفة بيعمل في بقك كده يا جماعة.
خش 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 تحفه والله طعم وريحه وجمدان، حاجه بسم الله ما شاء الله يعني. والله العظيم ثلاثه ما بشكر عشان حاجه، بس الحاجه طعمها جميل. الله. فرجوا على الجمال، فرجهم بالتفاصيل كده، فرجهم بالتفاصيل. اتعلموا يا حلوين. طبعا في اشطر مني طبعا، بس انا بقول للبنات اللي هي لسه بدات متجوزه جديد، وحتى لو انت ما بتحبيش الحاجه اعملي وحطي ايدك في الحاجه واكلي جوزك. مش لازم انت تاكلي، اكلي جوزك منها. يعني مش يقولوا له ايه في انا ما بحبش الرنجه والفسيخ والحاجات دي، لا حبيها. مش قادره تيجي على نفسك وتحبيها، هاتي لجوزك واكلي جوزك. خلوش في نفسه اي حاجه. بصوا دي الرنجايه ايه والبطاره بتاعتها. هعمل كمان واحده. طبعا هو الملك بتاع الليله الفسيخ، هيغطي على الكلام ده كله صراحه. يعني اذا حضر الفسيخ غاب الجميع يا جماعه. اذا حضر البطروخ ذهب الجميع يا جماعه. مش فاهمه شغل القطط دي، وقفت سمسم ورايا كده. يا سلام، البطروخ ده ملك بنتي بتحبه. شوفوا محمد ما بيحبوش، رجع في كلامه. ملك بنتي بتحبه. انا ليا في اللي هو المقرمش. انا قربت اخلص على فكره علو. وانا كمان خلصت. عايزين الصينيه بقى عشان نحط الحاجه عليها. هي الصينيه جنبك اهي. كل حاجه سهله وجميله، بس انت ايه تشمري ايدك كده وتتكلي على الله كده اهو، وتشيلي الحوار ان انا بعرف الحاجات دي والكلام ده، واعملي وكلي بالف هنا وشفا. وانتوا لو عايزين الحاجه متنضفه، هم عندهم على فكره امكانيه التنظيف. بس طبعا هم عشان مش عارفين انا هاكله امتى، فادوني الحاجه يعني مقفله. فانا عزمت حماته الحلوه عندي على الفسيخ والرنجه دي. ما ينفعش يكون عندي حاجه حلوه قمر كده وهي كمان بتحب الحاجات دي وما عزمهاش. اهي بس انا بقول كفايه كده رنجه. سخاني الحوت لجميع انواع الفسيخ والسردين البلدي. عنده انشوجه، بطارخ، سردين رشيدي، رنجه وملوحه، وطبعا فسيخ. وهنا يا جماعه ايه الشكل النهائي للطعميه؟ معلم انفع؟ حلو؟ طول عمرك جميله؟ طول عمرك معلم يا معلم. يا معلم يا معلم قلبي الحلمان والدين. لا مؤاخذة يا جماعة، تأثير البصارة بجد نشاط. على فكرة أنا باكل الأسماك وأبقى عايزة أنام. ممكن أنام وأنا قاعدة لسه كده. ولا مفيش بصل؟ ما فيش. لا مفيش بصل، مفيش بصل. أقطع لك بصل أحمر، هو أصلا بيحب البصل الأحمر أكتر من الأبيض. قطع بقى. محمد بقى يقول يا جماعة مش سلكاوي زي ما كلنا عارفين، يعني مش هيقطع بصل. اعمل لك هنا ميه بملح البصل. ميه بملح. ولو بعلولي دي الطريقه دي اللي انا بقطع بيها البصل. ليه بقى؟ عشان بيقول لك في تحت القشره طبقه بتبقى سودا، والطبقه دي مش صحيه عشان الاطفال، فدي احلى طريقه ان انت تقشري بيها البصل اهو. علشان لما بتيجي تقشري كده البتاع الهباب ده بيقعد يعوق ايدك وانت بتبقي ماسكه البصله، فايدك بتنعاك. انما كده بصي، بصوا نضيفه وحلوه ازاي يا اختي. حلوه حلوه شاطره وباهته يا علي. اوعى عم اغسل ايدك.
هو انا ما اناش عارف هم بيحطوه في ميه بملح ليه، بس انا اطلع من زمان الاقي ابويا وامي وما كنت نيجوا نعملوا بصل يحطوه في ميه بملح. انا مش فاهم الفكره بس بيبقى الميه ملح مع العدس، انما مع الحاجات دي لا. مش فاهم، بس هو طعمه بيبقى حلو. بس انا هعمل زيهم بقى. خلاص يا بنات اتفقنا تقطعيها من فوق ومن تحت، وبعد كده تشيلي اول طبقه بالقشره بتاعتها عشان تحافظي ان الحاجه السمراء اللي بتبقى في البصل اللي هي ده اهي، شايفين ده اهي، اللي هي دي ما تجيش في البصلات، فبتشيلي اول قشره بحالها كده. مع فكره انت ما بشرتيش بصل عشان انا عندي حساسيه، مجرد ما اشم ريحته اشم بس ريحته خلاص عيني بقى توجعني وتحمر وجفني يمرض. ومع كل ده يا جماعه ربنا كرمني بزوج اللهم بارك ما بيعملش اي حاجه. ويلا بينا على حماته الحلوه يا جماعه. كده ايه؟ هات ليمون من التلاجة يا مان كده يابا. والخاص طلع البدر علينا. يلا استنى نحط الخاص. السردين يا خرابي على السردين وعلى جمال السردين يا جماعه. طيب هتديس طبق بقى. الطبق طيب. مفيش اصلا مكان للطبق. قول لنفسك طيب زي لو بيحطيه في طبق. خلاص مش كده. مكان الخاص. بص خلي الخاص بصوا يا جماعه حتى السردين مبطرخ، انا بقول لكم ده عن تجربه اهو. ادي بطروخ اهو، وفي بطروخ مرمل برضه. طعمه جامد على فكره السردين ده صراحه كل حاجه اقسم بالله بمنتهى الامانه بمنتهى الامانه تحفه 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 بدرجه رهيبه يعني حلوه قوي. طبعا مش هتقصري ولا هتحط كده اللي عايز يقصر. اللي عايز يقصر، لان الاكل اصلا ملوش ريحه ومظبوط وتحفه بصوا يا جماعه البصل عمل فيها ايه. وايه رايكم يا جماعه في الشكل النهائي؟ تعالوا كده نتفرج، تعالوا كده نقرب. جمدان صح يا جماعه؟ جمدان. يلا نروح نودي الاكل بقى ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم يا جماعه واحنا بناكلوا البطروخ. طعمه تحفه يا جماعه بصراحه. احلى حاجه في الليله كلها البطروخ جامد. والفسيخ والله العظيم يا جماعه كل حاجه حلوه الصراحه. بصوا يا جماعه اصغر محبين الفسيخ اهو. حتى السل ليه يا مش عارف ايه حبها في السل. ايه رايك يا حماتها حلوه؟ حاجه جميله. ايه رايك بجد والله العظيم؟ والله جميله قوي. نحب نوجه الشكر لابو عمار وام عمار وفسخان الحوت في كفر الشيخ، وبنوجه رساله دي لكل اهل كفر الشيخ. بامانه الحاجه بتاعت ابو عمار وام عمار فسخان الحوت من الاخر من الاخر. جميل تحفه. تاخد نفس عميق كده وانت بتاكل. استنى على الشعب بالله. بس مالك صوت يعني. ما باكل انا ما باكل يا جماعه. انا ما بحبش الاكل ما فيهوش هزار. الاكل ما فيهوش هزار. في ايه؟ طحن، في فحت. بصراحه الحاجه جميله جدا. انا بسلك بس كده بالسلايه وبعدين هطلع الفسخايه دي بتروخ. انا بتروخ اهو. خلاص عمال يخبط عايز بتروخ. اصغر فسخان جميل. اضرب يا ضحى اضرب. قول لهم طعمه ايه؟ اضرب السيف. قول لهم طعمه ايه؟ قول لهم يا انا طعمه حلو. لون جميل قوي. انت اعمل لقمه مش فاضي يتكلم. انا اتصدمت. اتصدمت من ايه؟ والعاده بتاعت الطعميه دي احنا بس اللي متميزين بيها. بس جربوها كده، جربوها مع الفسيخ والرنجه والحوادق وكده تحفه. مع البصل يا جماده.
احلى من اللحمه واحلى من كل حاجه. اظن دي بقى ايه الشهاده معتمده. والله فعلا احلى من اللحمه واحلى من الفراخ. والله كله بيشاور هنا، اتكلموا عادي، الكلام مش هيطلع في الصوت. معانا ناس بس ما بيطلعوش يا جماعه في التصوير، عمالين يقولوا مش هوالة. معمر بعتلنا نعناع مع الاوردر، هنعمل دلوقتي شاي بنعناع. يا جماله، تسلم ايدك يا ابو عمار. تسلم ايدك يا دكتور، بجد ينقل لك دكتور فعلا. انت كده اصلا معانا، هما كده شايفينك. قرب صلايم. واقف في الكاميرا يقول انت اصلا واقف وهم شايفينك كده وانت بتقول حسب صلايم. ايه رايك طعمه عامل ازاي؟ حلو. لا بجد 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 طعمه ايه؟ لا حلو. ايه رايك يا كوكو؟ حسوا يا جماعه دي ضحك طالعه يا جماعه. هي طالعه معانا؟ هي ما يعرفهاش هي. يا مالك نعمة كده في حياتنا والله. مالك في الكيس عندك في رنجة، هتلاقي على وش كده شوية بس. بسم الله ما شاء الله عليها بتفهم كل حاجة. رنجة. وقالوا ايه علينا دول، وقالوا ايه اهو عاملة سندوتش. الفيديو مال. ما تتكلمش. قول لهم ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا. تعالي كده جنبي، قومي كده. احلى فسيخ مين؟ اقعدي. قول لهم ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا رب تكونوا بخير. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. يلا فعلوا الجرس بقى. واعملوا تعليقات كتير. واعملوا تعليقات كتير. وصلوا الفيديو ده 20,000 لايك. اعملوا نشروا على نشرهم ازاي بقى؟ نشروا بقى دي. ازاي؟ وصلوا الفيديو ده وصلوا الفيديو ده 20,000 لايك. 20,000 لايك. يا حبايبنا، اي حاجه بقى عايزه تقولوها لهم منك عندك ليهم على وش ها؟ الكيك. يا على طول قولوا لهم على طول، هم شايفينك اهم. قولوا لهم. ماشي شايفيننا. انت في السلك والنبي هات لي ضحى الايه؟ بطروخ رنجة من عندك على وش الكيك. حاضر. على وش الكيك. اجيب لك يا احلى كوكو. ده كله اللي انت يا ست ضحى. البطروخة ما هما اتنين، عين واحد لملك وعلى ده والتاني لضحى. ماشي. والأنس بصوا قد ايه بياكل فسيخ. نسيت الخط. لا جايبين. ايه؟ وانا شلته. لا ما هو ما كانش ليه مكان. وانت يا حبيبي؟ يا رب ارزقني بفدان خاص افضل اكل فيه لحد ما يخلص. فاضية ازاي يعني؟ عايز قلب. مفيهاش قلب. ما انت من عشاق القلب. القلب يعشق كل جمال. فعلا يا جماعه والله كانوا بيقولوا لكم الفسيخ المبطرخ بيبقى البطروخ بيخليه مره. تحفه. اقسم بالله ما فيه طعم مرار ولا اي حاجه، فيه طعم سكر. انا بحب اعمل كده، بحب اخد من الفسيخ على طول في اللقمه واقوم عاملاها كده اهو. بامانه يا جماعه الله يرحمها بقى. احسن من الفراخ واللحمه مليون مره. احنا بنحب الحاجات دي قوي. واللي عايز يقول يا محمد انت جوعتنا وحسستنا ان احنا شهيتنا انفتحت، يكتب في التعليقات دلوقتي يا جماعه ويعمل لايك. واللي بيحب الاكله دي يطلب ابو عمار ويجيب منه. هنسيب لكم الرابط بتاع ابو عمار في الديسكريبشن. ورب
النبي دي ورقم التليفون والرابط في الديسكريبشن وفي التعليقات، وعشان تعرفوا توصلوا له ويبقى مناديل مناديل ها؟ مناديل كده الموضوع هيخرج من ايدينا. ايوه هبدا مناديل قبل ما يخرج. انتوا متعاقبين عشان انا اللي قاعد في الاول. تعال مكاني. وهم والله. الواحد بياخد من البطروخ بالجرام عشان ما يخلص. ايه رايك يا كوكو؟ عايز البطروخ. عايزه البطروخ؟ حبيبتي كل. بيقول لك انس عايز البطروخ. انس عايزه البطروخ. لا هي بتقول عايزه البطروخ. احنا بنعشق البطروخ. ايه يا انس؟ انا عيد البلاش اللي اتقتل. خدها اهو اهو. لا لا قول. عايز ايه يا زياد؟ قول الكلمه. جرب الفسيخ. اكل فسيخ. يعملوا فسيخ. معانا يا جماعه فريق شاورلي افهمك. المفاجاه بقى، لحمه الفسيخ ما تختلفش كتير عن البطروخ. والله العظيم. اقسم بالله. بصوا يا اختي مش قادرة أبطأ. والله انا محتاجه ليمون ولا محتاجه اي حاجه، هي طعمها سكر. انا بعشق الليمون، حتى مش باكل فسيخ باكل ليمون كده. طعمها في النحل. طعمها ايه؟ عسل النحل. طعمه عسل نحل. طعمها عسل نحل. كف. الصبع ده بس من تاني كده شويه. اهو. ما عشان كده القلب معوجه له. انا بحب الخس. بتحب الخس يا ماما؟ انا وحماته شكل بعض. اقعد يا انس. اقعد عيب كده عيب كده. الله 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 الله. بصي لما تيجي تعمل لي بس بقى تعمل كده. ما شلتيش طب دي بقى ليه يا علاء؟ يعني اشمعنى دي اللي ما شلتيش السله بتاعتها؟ استنى بس عشان كنت عايزه اتوصى وانا بشيلها. خدي بقى. بتوصى. انا اتوصيت لك. طب هو اخد انا وبعد كده انت خدي. هو مش مستني ان اخلع السلايه. تحسوا انتوا بتاكلوا الاكله دي انكم بتجروا. والله العظيم الواحد بيتعب اما بيخلص. هاتي بطروخ. عايز بتروخ. يا حماته حلوه. نعم. ايه رايك؟ جميل تحفه والله. جميل والله. واحدة سلم ايديها يا ابو عمار. رأينا في الحاجة خدوا وعلى ضمانتنا اهي. والله. مظبوط بالمليمتر. والله مظبوط بالمليمتر. على فكرة انا ما باكلش الفسيخ لا حادق ولا عادي، باكله مظبوط. ما واحد كلها يا جماعه وعمل دماغه. بصوا عمال يرقص. تعال كمان. بقاله 3 ايام ما غيرش ومش عايز عايز كمان ياكل. فسيخ؟ لا مش الفيس بتاع بطروخ؟ الفسيخ. خلي بالك ضحى خد خلي بالك البيت ملك. بابا اعمل لي ملك سكر. ايه يا ولا ده الملك. لا والله. والله سمغاتي من بطفلي. هتلنا. ها؟ ما كنت شغال دلوقتي. يلا تاخد فسيخ ولا تاخد ايه؟ فسيخ. فسيخ العب. ده ما كانش بيحب الفسيخ اقسم بالله. طب خلوه لها بقى. لا هات الرغيف من اللي قدامك ده محمد. ماشي. خدي برد ولا لزياد؟ ماشي اي حاجه. لا اديله شاي، زياد بيحب الشاي. والله عايز كومنتات. تحفه يا جدعان. انا عايزة في الكومنتات ما تنسوش. ايه يا مالك؟ برافو. الرابط هيبقى في الكومنتات. الرابط هيبقى في الكومنتات يا جماعه. ورجعنا لكم يا جماعه بس بعد ما خلاص خلصت. لقد وقعنا في الفاحش. خلاص
الفسيخ، بتاكل الفسيخ من هنا وبتبقى عارفه. لا انا فايقه مش عامله كده. لو عجبكم الفيديو يا جماعه ما تنسوش تشتركوا في القناه، تفعلوا زر الجرس، وتكتبوا لنا في التعليقات كومنتات كتير كده 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 قد كده، ووصلوا الفيديو ده 20,000 لايك. حطوا لايك مش هتخسروا حاجه والله، لو انتوا لسه مكملين ما تحطوا لايك، ايه المشكله؟ حطوا لايك. بصوا انا بتتكلم، حطوا لايك. ما تحطوا لايك بقى، هو فعلا واحد لازم يعلي صوته عليكم ولا ما ايه؟ تفتحي وشك كده وانت بتتكلمي. اهو سهوش. حماته بتقول ازيكم يا جماعه، وحشتوني، وكل سنه وانتم طيبين، وفعلوا ال هو كملي فعلوا ايه؟ كملي مالكيش دعوه، فعلوا زر الجرس. زر الجرس. ايوه فعلوا زر الجرس. دكتور ذرات عليك كل ذره وذره. ووصلوا الآن الفيديو 20,000. فعلوا الجرس ووصلوهم 200,000، عشان زي ما وعدتكم قبل كده ان انا هبلكم بوشي. انا وعد الحر دين عليه. هي عندي كلامها يعني يا انا جماعه. عندي كلامي يا جماعه يا جماعه، اقسم بالله الفيديوهات اللي حماته هتبقى معانا فيها بحالها هتبقى تحفه. والله العظيم يا جماعه هتبقى تحفه، واحنا يعني هما بقى اللي يشهدوا بكده. يعني انتوا حبيتوها من الصوت بس، تخيلوا بقى لما هي تبقى قاعده في قلب الفيديو وتاكلني خرطوم، تاكلني صينيه، تاكلني بازازه. خلاص بقى انا بلاش. هما يشهدوا بالكلام ده. وهتوحشونا ومع السلامه. تعشى بشاي.